ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ كالعادة معاكم حسام في فيديو جديد وهاتف جديد. ان شاء الله الموبايل اللي هنتكلم عنه النهاردة من شركة شاومي وهو بوكو ام 5 اس. شهر سبتمبر اللي فات شركة شاومي اعلنت عن هاتفين، واحد فيهم كان البوكو ام 5 العادي والتاني كان ده البوكو ام 5 اس. علشان كده في ناس كتير جدا متلخبطة ايه الفرق ما بينهم وليه الاتنين نازلين في نفس الوقت. الفيديو اللي فات اتكلمنا عن البوكو ام 5 العادي بشكل مفصل. ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن البوكو ام 5 اس بشكل مفصل اكتر، والفيديو اللي جاي ان شاء الله التالت هيكون معانا الجهازين وهنعمل مقارنة شاملة بينهم هما الاتنين، انه فيهم الاحسن وايهم يستحق الشراء. لكن زي ما بقول دايما لو عندك اي سؤال ما تنساش تكتبه في الكومنتات، ولو انت اول مرة تشوف الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد، وقول لنا عايز اي تليفون علشان نعمل عليه مراجعة. خلينا نبتدي بالبوكو ام 5 اس. شركة شاومي في شهر سبتمبر اللي فات اعلنت عن اصدارها لهاتف البوكو ام 5 اس علشان يكون اقوى شيء في الفئة المتوسطة. حاليا التليفون متوفر في جميع الدول العربية. الجهاز بيجي مع شاشة كبيرة جدا بتقنيات رائعة، زائد معالج من شركة ميديا تك وبطارية كبيرة وشحن سريع. تعالوا نتعرف على مميزات الهاتف كلها وايه هي نقاط القوة والضعف اللي موجودة فيه علشان تقدر تحدد اذا كان التليفون ده مناسب ليك ولا لا. لكن زي ما احنا متعودين قبل ما نتكلم في اي تفاصيل هنفتح الكرتونه بتاعه البوكو ام 5 اس ونشوف ايه اللي موجود جواها. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نفتح الكرتونه ونشوف ايه اللي موجود جواها. زي ما احنا متعودين دايما بيكون في كفر شفاف هنا كده. ده اول ما تفتح الكرتونه طبعا الدبوس المعدني بتاع الشرائح، بركب بيه الشريحتين النانو سام، وموجود كتيب التعليمات والكفالة بتاعة التليفون، وموجود كفر شفاف هدية طالع مع الجهاز زي ما احنا متعودين. طبعا بالإضافة لأدابتر الشحن اللي بيدعم الشحن السريع اللي قوته زي ما انتم شايفين 33 واط، بالإضافة كمان إلى واير الشحن اللي هو تايب سي. هي دي كل محتويات العلبة بتاعت هاتف بوكو ام 5 اس. تعالوا بقى نتكلم على ايه هي المميزات والعيوب ونقاط القوة والضعف اللي موجودة في الموبايل. اول شيء هنبدأ بيه هو التصميم وخامات التصنيع. طبعا زي ما انتم شايفين الاطار والظهر بالكامل مصنوعين من البلاستيك، فريم بلاستيك، ظهر بلاستيك، الشاشه فقط هي اللي زجاج. الاطار الجانبي زي ما انتم شايفين في المكان اللي بركب فيه الميموري والشرائح، وفي منفذ السماعه السلك الاي اكس، منفذ الشحن التايب سي، والسماعات الخارجيه على فكره اللي نوعها الستيريو صوتها عالي جدا، بالاضافه لزر الباور والازرار اللي بتحكم فيها في مستوى الصوت. اما بالنسبه للتصميم بتاع اطار الكاميرا ده زي ما انتم شايفين فهو بالظبط نفس التصميم بتاع الكاميرا اللي كان موجود في هاتف شاومي 10 اس. بالنسبه للواجهه الاماميه فهي فيها ثقب للسيلفي فوق زي ما انتم شايفين، وفيها حافه سفليه تحت كبيره. الوان الهاتف بقى بيجي باللون الرمادي اللي معانا ده، او الناس بتسميه الاسود، وبيجي بلون ابيض ولون ازرق. وزنه 179 جرام. على فكره البوكو ام 5 اس مقاوم لقطرات الماء والغبار بمعيار الاي بي 53، بس مش معنى كده ان هو ضد الميه، هو مقاوم للميه طبعا شرط انها تكون ميه عذبه. التليفون بيدعم شبكات الاتصال الجيل الثاني والثالث والرابع. اعلى حاجه معاك هي 4G. خلينا ننتقل للشاشه لان الشاشه بتاعته مهمه جدا. حجم الشاشه ده 6.4 انش، نوعها اموليد، ودي حاجه جميله جدا. دقتها 1080 في 2400 بكسل بكثافه بكسلات 409 بي بي اي بكسل في البوصه الواحده. والاجمل ان اقصى سطوع للشاشه دي بيوصل لحد 1100 شمعه، وهو رقم مناسب جدا لاستخدام الهاتف في الظروف الصعبه وتحت اشعه الشمس القويه. الشاشه دي بتحتوي او بتستحوذ على حوالي 83% من الواجهه الاماميه للتليفون. والجميل كمان ان الشاشه عليها طبقه حمايه من الجوريلا جلاس 3 علشان تحمي التليفون من الصدمات ومن الخدوش والبصمات. البوكو ام 5 اس بيشتغل بواجهه تشغيل ام اي يو اي 13 مبنيه على اندرويد 12، وده بيخلي الجهاز يوفر اكبر قدر من البطاريه. اما المعالج والسرعه بتاعت الجهاز فهي من شركه ميديا تك، لانه نوعه ميديا تك هيليو جي 95 معماريه 12 نانو اوكتا كور، ومعالج الرسومات هو ميل جي 76، نفس المعالج بالظبط اللي موجود في هاتف انفينكس نوت 10 برو. زي ما احنا قلنا بصمه الاصبع مدمجه في زر الباور هنا
كده. زائد برضو ان انا لو مش حابب اقفله ببصمه الاصبع دي، ممكن اقفله ببصمه الوجه بتاعتي من خلال الكاميرا او العدسه الاماميه اللي موجوده، او اني ممكن اقفله وافتحه عن طريق الطرق التقليديه العاديه. الجهاز مزود بمجموعه من المستشعرات زي التقارب والتسارع والبوصله والجيروسكوب والضوء. كمان البوكو ام 5 اس مزود بمستقبل راديو اف ام علشان تشغل محطات الاذاعه القريبه منك اذا انت كنت مش معاك للاسف انترنت. خلينا نتكلم على مساحه التخزين بتاعه الهاتف. الهاتف بيجي بثلاث انواع، بيجي 64 جيجا تخزين مع 4 جيجا رام، او 128 جيجا مع 4 جيجا رام، او النسخه الثالثه الافضل زي اللي معانا دي اللي هي 128 جيجا تخزين مع 6 جيجا رام، وده الاسرع فيهم. بس ما حدش يقلق، لان سواء اخدت النسخه ال 64 او ال 128 فانت تقدر تزيد في المكان ده، بخلاف الشريحتين. لو انت مركب شريحتين تقدر تزود مكان ثالث ميموري كارد بحد اقصى 1000 جيجا 1 تيرا، ودي حاجه كويسه جدا. الجميل كمان في البوكو ام 5 اس ان السماعات الخارجيه اللي موجوده هنا نوعها ستيريو، وده بيخلي التليفون صوته عالي جدا. زائد زي ما انتم شايفين في منفذ للسماعه السلك، اي نعم مش موجوده في الكرتونه، بس في منفذ ممكن تشتريها وتركبها. تعالوا ننتقل دلوقتي لحاجه مهمه جدا، وهي الكاميرا الخلفيه. زي ما انتم ملاحظين فلاش ليد مع 1 2 3 4 اربع عدسات مع الفلاش ليد. العدسه الرئيسيه دي دقتها 64 ميجا بكسل، تدعم ميزه التركيز التلقائي، وعندك عدسه ثانيه 8 ميجا بكسل بتاعه التصوير بزاويه واسعه. زي ما كنا قلنا البوكو ام 5 العادي في الفيديو اللي فات ما كانش فيه تصوير بزاويه واسعه، لا ده متوفر في الام 5 اس. زي العدسه الثالثه 2 ميجا بكسل اللي هي دي ودي، واحده فيهم بتاعه تصوير الماكرو والثانيه بتاعه العزل والبورتريه. على فكره الكاميرا الخلفيه دي تقدر تصور بيها فيديوهات بتقنيه 2160 بكسل اللي هي 4K، او 1080 بكسل اللي هي فول اتش دي، وكمان تقدر تصور بيه فيديو بحركه بطيئه اللي هو سلو موشن. اما لو انتقلنا للكاميرا الاماميه او العدسه الاماميه بتاعت الجهاز، فزي ما انتم ملاحظين هي عدسه واحده هنا موجوده في الهاتف، دقتها 13 ميجا بكسل، لكن لو هتصور بها فيديو اعلى تقنيه معاك 1080 بكسل فقط. طبعا الكاميرا الخلفيه فيها شويه مميزات زي ما موجود في بعض التليفونات، زي ايه؟ زي البانوراما، الاتش دي ار، بورتريه، زاويه واسعه، الماكرو، سلو موشن، اعدادات الاي اس او، كل ده موجود في خصائص الكاميرا الخلفيه، ممكن تشغلها من الاعدادات عادي جدا. طب حجم البطاريه بقى بتاع البوكو ام 5 اس، البطاريه 5000 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع غير قابل للازاله. الشحن السريع ده اللي هو ايه؟ اللي هو قوته 33 واط. احنا شفنا ادابتر الشحن جوه قوته 33 واط. برضه 33 واط يعني ايه؟ يعني تقدر تفول 60% من الهاتف في نص ساعه فقط. وزي ما قلنا اللي بيساعد على كل ده ان منفذ الشحن اللي هنا تايب سي. كمان حاجه اخيره، وهو ان البوكو ام 5 اس بيدعم خاصيه الان اف سي، وبيدعم خاصيه الاي ار بلاستر. اي ار بلاستر اللي بتخليك تتحكم في كل الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في البيت من خلال الموبايل، يعني بتستخدمه كانه ريموت كنترول. طيب دي كانت المميزات بتاعه الهاتف. ايه هي العيوب بتاعته؟ اول حاجه ان معدل تحديث الشاشه للاسف قليل. هي الشاشه بتاعته اموليد، ولكن معدل تحديثها اقل من 90 هرتز. زائد ان احنا قلنا في اربع عدسات 64 8 2 2، بس الكاميرا ما هياش افضل حاجه. كمان من ضمن العيوب ان مفيش سماعه سلك موجوده داخل الجهاز. اما العيب الاخير هو ان برضو الحافه السفليه بتاعه الجهاز كبيره. طيب سعر البوكو ام 5 اس كام؟ احنا قلنا النسخه اللي معانا دي اللي هي افضلهم 128 جيجا مع 6 جيجا رام سعرها $185، او حوالي 6900 جنيه، او حوالي 750 ريال. ده بيخليه واحد من افضل الهواتف اللي موجوده حاليا تحت سعر $200، او تحت سعر 7000 جنيه. اللي عنده اي سؤال يكتبه لي في الكومنتات. ان شاء الله الفيديو اللي جاي هيكون مقارنه ما بين الام 5 اس والبوكو ام 5 العادي، لان الاثنين نازلين في نفس الوقت. تنساش تضغط لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، واشوفكم في فيديو جديد قريب. سلام.